مواصلة للعمل الرقابي في إطار متابعة نشاط قاعات الحلاقة والتجميل والتنظيف البدني وكذلك محلات بيع مواد تجميل على مستوى تراب ولاية خنشلة على العديد من المخالفات عبر هذه المحلات وعدم مطابقة بعض المنتوجات المسوقة خاصة من حيث إلزامية إعلام المستهلك بغياب البيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية أو غياب اسم المستورد أو غياب تاريخي الإنتاج ونهاية الصلاحية وغيرها من البيانات التي من شأنها إعلام المستهلك في هذا الباب. وكذا معاينة العديد من المخالفات المتعلقة بعدم احترام إلزامية أمن المنتوج والخدمة على مستوى قاعات الحلاقة والتجميل وبعض المخالفات المتعلقة بخداع أو محاولة خداع المستهلك من حيث استعمال وعرض منتوجات منتهية الصلاحية على مستوى هذه المحلات، حيث تم حجز وإتلاف المنتوجات المنتهية الصلاحية وكذلك منتوجات أيضا غير مطابقة من حيث إعلام المستهلك بقيمة إجمالية أكثر من مبلغ 171 ألف دينار جزائري ووزن إجمالي يتجاوز أكثر من 50 كيلوغرام. تم حجز هذه المنتوجات وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني، كما تم استدعاء المخالفين على مستوى مقر مديرية التجارة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها ضدهم. هذه المنتوجات المسحوبة من طرف إطارات مديرية التجارة ومصالح الأمن غير مطابقة والمنتهية الصلاحية فيها مساس بصحة وأمن المستهلكين وقد تسبب لهم أمراض خطيرة على غرار أمراض جلدية وسرطانية وغيرها.